السيكوباتية ولا اضطراب الشخصية السيكوباتي المخالف للمجتمع، ولا بالفرنسي trouble de la personnalité انتي سوسيال. هاد الشخصية علاش بغيت نهضر عليها حيت تفرضت علينا مؤخرا في المجتمع. كل شي بلا شك شاف الزوجة اللي قتلت راجلها ودفناتو لتحت الكراج ومشات المختفون وبلغت بان الزوج ديالها اختفى في ظروف غامضه، ودارت واحد السيناريو ديالها، ومن بعد مده 12 سنه اكتشفوا بان الجثه لتحت في الكراج ودفناها مقطعها، ومشات لدوزيم كتبكي وكتطلب الناس والقلوب الرحيمه انها اللي لقى راجلها وشافوا يتواصل معها. هنخليكم على فيديو ولا مقتطف من الفيديو ونكملوا الشخصيه. كنتمنى على الله والوجود ديالكم معنا والناس اللي كيشاهدونا وكل اللي كيشوف فينا بشفة الرحمة. الا كاين جايب شي خبر عليه ولا عارفوا فين كاين ولا شي حاجه يعلمنا باش المكان باش نرتاحوا ونعرفوا حتى حنا راسنا شنو هو الغياب ديالو. وبلا شك شفتوا السيد اللي دار تصريح وهو اللي كان قاتل الزوجه ديال الصديق ديالو بدم بارد، كيبتسم وكيقدم واحد التصريح شوف تيفي وكيقول لهم انا اللي شتا وانا كيفاش انا اول واحد شتا وانا هادي وهادي وهادي وهادي، وكيسترد الحقائق كامله كانه واحد الانسان اللي ما مستحيل انك تشك فيه. من بعد تبين انه هو القاتل. نخليكم على الفيديو الثاني باش عاد نبداو في الموضوع. ملي شد داك المنظر ما قدرتش مازال نشوف فيها مره اخرى ولا شي حاجه، صافي الخاطر ديالي تحرك. وهذا الشيء اللي عطا الله. وهذا السيده يعني عندها شي عداوه مع شي حد خويا اش غنقول لك، ما السيده اللي عمرها دار درويشه ما كتخرج مجوجه هي عندها شي وليدات. وبلا شك الى عقلتوا معنا ورجعنا للور شويه، زوجة البرنامالي مرداس اللي خرجت في الصحافه والناس تعاطفوا معاها وكان الدموع في عينيها وكانت كتبكي وحتى واحد ما شك فيها. من بعد تبينت بان هي متورطه في القتل الزوج ديالها وخرجت ببروده وكتهضر بواحد الدم بارد وكتقول بغيت حق راجلي يبان وبكل بروده وحتى واحد ما شك. ولكن في المؤخرا تبين في الاخير تبين ان هي القاتل ولا المتورط ولا هي اللي متورطه في القتل، هي والعشيق ديالها في قتل الزوج ديالها. نخليكم على فيديو حتى هو باش هكا في الاخير نجمعوا كاع المعطيات وندخلوا في صلب الموضوع. تعامل اب حنون مع ولادو ومع مرتو كيقوم بالواجبات ديالو، هي المعامله ديالته اللي كانت معانا ما عمرنا ما حسينا معاه بشي نقص. الصدمة كارثة. مساء النور، مساء الخير ومساء الخيرات كاع المتابعين ديال قناه كوز مصطفى. كنقول لكم نتمنى لكم تكونوا في افضل الحالات ان شاء الله وتكونوا بخير وتكونوا في افضل الحالات باش تشوفوا ولا تعرفوا راسكم. تقدروا تكونوا نتوما ولا واحد من الناس اللي كتعرفوا معكم حتى هو كيعاني من هذه الشخصيه السيكوباتيه. هذا علاش خصكم تردوا البال ونعطيكم الاعراض والاسباب وعلاش وكيفاش حتى كتكون هذه الشخصيه وكيفاش نتعاملوا معها. شحال من واحد ما كيفرقش بين النرجسي والشخصيه السيكوباتيه. كيقول لك سيدي الكوتش واش السيكوباتي هو النرجسي؟ لا يا سيدي الفاضل، النرجسيه صفه من بزاف ديال الصفات ديال السيكوباتيه، غير واحد الصفه منهم، صفه واحده. فهمتيني؟ السيكوبات عنده بزاف الصفات واخطر بزاف من النرجسي. غير صفه واحده من ديك الصفات ديال بزاف منهم النرجسيه.
لا جينا نهضروا على الاسباب ديال السيكوباتي وكيفاش يعني تتولى سيكوباتي، ما نقدروش نحددوها في سبب واحد، مي من عده اسباب، يعني بعدات اسباب كاينين، ما كاين سبب واحد اللي نقدروا ان نحددوها. كلهم الحاجه اللي نقدر نقول لكم يعني كاملين كيكبوا في واحد النهر ديال التربيه من الصغر. كيفاش تقولي كيفاش من الصغر؟ الا كانوا الوالد بعض المرات كيكونوا الجينات ديال الدري من الصغر خارج من الصغر، الطفل صغير هو سايكوباتي، مي فاش كيلقى واحد الاحتواء العائله وكيلقى التعامل الوالدين مزيان والتربيه مزيانه، كيتراجع على ديك الصفات ديال السايكوباتي وكيتادابطا كما كنقولوا هنا، كيتاقلم مع الحوايج الزوينين اللي كيشوف والديه وعلى التربيه والخلق والحوايجات اللي ربوه فيه زوينين، وكيتنازل لك الحوايجات، وديك الحوايجات كيوليو هما بالعكس ديك السايكوباتيه، ديك اعراض السايكوباتيه كتولي عنده كيمشي يشد الحوايج الزوينين، ما كيشدش الحاجات السلبيين. مثلا كتلقى اغلبيه ديال الناس اللي واصلين كاين رؤساء دول منهم رؤساء كبار يعني دازوا في امريكا ودازوا بزاف، هما سايكوباتيين، مي ديك السايكوباتيه ديالهم خدموا بها، مشاو للحوايج البوزيتيف في حياتهم، خدموا عليها ووصلوا، وكانوا هما ديك السايكوباتيه ما شدوهاش في القتيل وفي التعذاب، لا شدوها في الخدمه ديال بزاف ديال الاجندات. وكتلقى يعني رؤساء كبارين شادين بلدان كيقتلوا وكيديروا الاباده للشعوب، وكيخرج لك في الصحافه وكيهضر بكل بروده، وهذه يعني ما كاين حتى شي بحال ما دار حتى شي حاجه، مع العلم انه راه صفها الشعب كامل بدم بارد. حتى هادو يعني سايكوباتيين غير هما كيحميوهم بزاف ديال القوانين، ما غاديش يبقى غير مرض، غيولي يعني كيخدم اجندات ديال الدول. ما نغوصوش في هذا الموضوع حيت موضوع كبير وشائك ما غاديش نخرجوا منه. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو التربيه ديال الوالدين كتلعب دور كبير بزاف في ان الابن يولي سايكوباتي، ولا كان سايكوباتي تبدل ويتحول. اول حاجه ان يكون سوء المعامله ديال الوالدين، يكون الاب كيتعاطى المخدرات ولا الكحول، كيجي كيضرب مو كيقوات ديك الدري كينوض فيه الرعب، كيولي حقود، ما كيبقاش عنده ديك المعالم ديال الطفوله والاحاسيس الزوينه كتحيد له، كيولي انسان خشين في التصرفات ديالو في الحوايج ديالو. ومن الاعراض اللي كيبانوا لك هو انه عند الطفل الصغير حيت ما نقدرش نشخصوا الشخصيه ديالو انه سايكوباتي من الصغر. من الاعراض اللي كيكونوا فيه هو انه يقدر يشعل عافيه، يشعل لك عافيه في غابه، يشعل لك عافيه في الدار، يقطع لك شي شجره بواحد البغض، يمشي يقدر يضرب مش يقتلوه، يعلقوه، يسلخوه، تلقى ذبح دافن مش حي ولا كلب حي ولا مهرس له رجلو ولا متلذذ بديك المعاناه ديال ديك الكلب كيعرج ولا معمي له عينو ولا محيد له عينو كاع يجبد له ويخليه عايش، كيتلذذ بديك المعاناه ديال الاخرين. فاش كيكون صغير كيتلذذ غير بالمعاناه ديال الحيوانات، حيت ما قادرش يأذي واحد كبير كيأذي ديك الحيوانات النباتات، يتنمر على دراري صحابو، ديما هو راه ديفيرون. كيبان لكم الطفل بلا راه ماشي نورمال، هادشي من اقل من 18 سنه. مي فاش كنقولوا حنا كيطلع للبلوغ، يعني فاش كيوصل للبالغين كيكبر كيولي عصبي، وديك العصبيه ديالو ما تقدرش انك تناقش معاه، ما تقدرش انك تواصل معاه في العصبيه، ديما فرض الراي ديالو، ديما العصبيه ديما هو ديما، لدرجه انه يعني كيولي متكبر بديك العصبيه ديالو، ما تقدرش انك تتواصل معاه. والحاجه اللي هما باش كيستدرجوا الناس كيتلاعبوا بالمشاعر ديالو، كيتلاعبوا بالمشاعر ديال الناس لواحد الدرجه كبيره، من الصفات ديال النرجسيه. يعني الا جينا النرجسيه حتى هو كيتلاعب بالصفه ديال الشريك ديالو، حتى كذلك سيكوبات يقدر يمارس عليك الصمت العتابي، يخليك تيتعلق به ويبعد عليك، يمرضك توكسيك ب 100%. النرجسيه بغيتو تعرفوا ترجعوا لا فيديو وغتلقاو يعني النرجسيه كنهضر عليه بلا باش ما نطولوش في الفيديو. كيستدرج هذا السيكوباتي على الضحايا ديالو بواحد الاغراءات. كيفاش هما الاغراءات؟ كيكون قاري مزيان، مثقف، لابس مزيان، تايق في راسو، ماشي كتحب لكم سيكوباتي انه راه هاد الجناوه كيدور، لا سيكوباتي قاري مزيان، سيكوباتي مثقف، سيكوباتي الشكل ديالو زوين، سيكوباتي كيتهلا في راسو، كيدير روايحات زوينين، الهندام ديالو نقي، سيكوباتي كيكون
اغلبيه يعني ليش كيستدرج النساء. كاين افلام عده ما نذكرش الاسماء ديالهم كيستدرجوا فيهم يعني بداك المظهر ديالو، وهذه كيستدرج يعني ناس اللي كيكونوا معظمهم يعني نساء بالنسبه للرجل كيستدرج نساء. واصلا الاحصائيات اللي جينا نهضروا عليها يعني 3% من كل 100 كاين 3 د الناس كتلقاهم سايكوباتيين. باش نتفاهموا ضروري غتكون كتعرف شي واحد ولا كتعرف شي واحد، واغلبيه ديالهم رجال، كتلقى 1% اللي هي مرأة كتكون مرأة، اما الاغلبيه رجال. كيكون كذاب ومخادع لواحد الدرجه كبيره، لدرجه ان في هذه القضيه ديال الكذوب يكذب عليك وكيكون سراق. كيفاش كاين بعض المرات حتى العيالات كيكون في هذه القضيه، كتلقى مثلا تقدر تكون في الدار ساكنين مجموعين، تقدر تسرق شي حاجه ولا تهرش شي حاجه تلصق لواحد اخرى معاه في الدار ولا واحد في الدار باش يجري الصداع، باش يسدري الصداع، باش ينوض الحرب بيناتهم، باش يعمر هذا ويعمر هذا. بغيض وكيتلذذ ويرجع للور ويبدا يصلح بيناتهم، وكيتلذذ بالمعاناه فاش كينوض واحد القرباله في الدار وهذا ديرو كيتلذذ بها، مزيان كيعجبوه الحال. هو شفار مخادع كذاب عنيف واحد الدرجه كبيره، ان الاغلبيه ديال النساء اللي كيجيو كتلقى يعني وما يتناقش معاه، يعني كيتناقش معاه قد يجي معاه في الهضره يضربك، يهرس لا يده شحال من مزوجه لقينا مرسله يده، محيد لعينه، محيد لنيفه، محيد لسنانه. ما يبغيش هو الراي ديالو يجي فوق منه شي واحد، ديما هو خصو يفرض الراي ديالو. ولا تغالنتي معاه وديتي جيتي معاه في الهضره يضربك يده سابقه، يضربك ما يقدرش يتحكم في الاعصاب ديالو، يضربك. ديما هما كيكسروا القانون، ديما هما كان مثلا الاغتصاب ما مزيانش يغتصبوا، كان مثلا غير السرقه انها في القانون يسرقوا، هما ديما خصهم يكسروا القوانين ديال المجتمع، ديما هما اضطرابات في المجتمع، ديما المجتمع اللي كان غادي هما خصهم يكونوا غاديين العكس ديالو تماما، يسرق، يغتصب، يشعل العافيه، يقتل، يذبح، يدير جميع الوسائل والمشكله بدم بارد، ويخرج كما شاهدنا في الفيديوهات بتصريح بروده، وكيتناقش معاك بواحد البروده ديال ما كاين حتى شي حاجه بخير. ما كيندموش هما السايكوباتيين، ما كيندمش الضمير ديالو ما كيفيقش، ما كيفيقوش. وتقول يعني تقول راه يندم، ما يندمش بتاتا، ما كيندمش بتاتا. يقتل، يذبح بدم بارد، ويمشي يقدر يذبح ويقطع ويمشي يتفرج في كره، ما كاين حتى شي حاجه، ويمشي معاك كاع هو العزو يحفر معاك قبار بحال ما ماشي كيمثل فريمون بصح راه ما حاس بوالو، ما حاس حتى شي حاجه. ممثلين بارعين بادق التفاصيل، ولا فيديو كيحكم يعني هاد الزوجات كاملين، وهاد الزوج هاد السيد هذا اللي كان في لا فيديو كيهضر بواحد التعابير ديال الوجه ما تقول واش تكذب. وهذيك السيده اللي كانت مارتي اللي قتل الزوج ديالها ودفناتو كتضرب واحد كما كتشوف لا فيديو، كتضرب واحد التعابير الوجه يعني مستحيل انك تشك فيها. وتا الجيران الانطباع ديالهم مع الناس كلشي كيكون انطباع زوين، ما كيكونوش باينين. هذا علاش الى شتو وكيكونوا غالبا كيكونوا مدمنين الكحول ولا المخدرات. هاد الصفات اللي قلت لكم الى شتوهم في شي واحد ولا حد باقي صغير ولا كبر وشتوهم، يا اما تبعدوا منهم، يا حاولوا انهم اذا كانوا كيهموكم وقراب لكم انهم يديهم للطبيب يتعالجوا. ونزيدكم ما غايبغيوش يتعالجوا لكم حيتاش هما ما معترفينش انهم سايكوباتيين، ما معترفينش بانهم عندهم واحد الاضطراب، ما عندهمش هما ديك تخوف يعني لا بيرسوناليتي اونتي سوسيال، ما كيعترفكش هو بها كاع، ما كيقولكش سيدي انا راني راه عندي واحد الاضطراب، لا ما يدخلش الدماغ ديالو، يعني ما يمكنلكش تمشي كتعالج، ما يتعالجلكش. هذا علاش تقدر الحاجه الوحيده انكم تبعدوا منهم، دمتم في صحه جيده، وردوا البال الصحه النفسيه قبل من الصحه البدنيه والجسديه. وكنقول لكم تهلاو لي في دماغكم. كيفاش تهلاو لي في دماغكم؟ حاولوا انكم تكونترولوا داكشي اللي كتاكلوا، داكشي اللي كتشربوا، داكشي اللي كتقراو، داكشي اللي كتدخلوا لعقلكم. ماشي تهلا بصحتك، صحتك تقدر تكون مزيانه ولكن عقلك الا كان فيه اضطراب راه يقدر يخرج لك على عقلك. تهلاو لي في راسكم، دمتم سعداء.